كلمات تحفظهم. أنا ماليش دعوة بحد. تقدروا تحفظوها؟ بس حفظ بتطبيق. أنا ماليش دعوة بحد. فلان عمل، فلان سوى، أنا ماليش دعوة. عشان كده تعود إن أنت خليك في حالك. وصدقوني الإنسان اللي بيخليه في حاله أولا بيكسب السماء. تعرفوا إن الحتة دي طريق سريع للسماء؟ اللي بيقعد في حاله ده وما بيتكلمش على غيره ولا بيشوف أخطاء غيره وقاعد في حاله كده، ده بيخش السماء على طول. لأن ليه كل المجد قال آية واضحة وصريحة: لا تدينوا لكي لا تدانوا. يعني لا أنا وما لدنتش، أنا مش هدان في اليوم الأخير. قصة مشهورة في السنكسار لأحد الآباء الرهبان، يقال عنه كده إن هو كان في حياته شوية متهاون في قانون الروحي. يعني تبدأ صلاة نص الليل هو يجي في نصها، يتأخر شوية على القداس وربما يعدي أسبوع ما يصليش قداسه. يعني قانون الروحي شوية متهاون يعني. حصل إن هذا الأب الراهب جات له حمى وأشرف على الموت، فمن عادة الرهبان لما أخوهم يقرب على الموت يحطوه يتلموا حواليه يقروا له مزامير ويودعوه. فأخواته اتلموا حواليه وكانوا عمالين يطلبوا من ربنا إنه يترأف عليه يعني بأي حاجة عشان تهاونه، بس في حياته ما كانش إنسان مدقق. هذا الأب الراهب وقف في السماء أمام العرش أمام الله وقال لربنا كده، قال له: يا رب، أنا ربما أكون متهاون في حاجات كتير في حياتي، لكن أنا عمري في حياتي ما أدنت إنسان، وإنت قلت لا تدينوا لكي لا تدانوا. رد عليه المسيح إلهنا قال له: ادخل إلى فرح سيدك. عشان كده بقول يا أحبة، أجمل حاجة إن الواحد يبقى في حاله. خليك في حالك، مالكش دعوة بغيرك، لأني أنا ربنا ما حطنيش ديان على الآخرين، حتى لو كانوا الآخرين دول أيا كانوا أشرار صالحين، أنا ماليش دعوة. طب أنا بس عشان يا أبونا يعني أصلح الموضوع، ما تصلحش، خليك في حالك، مالكش دعوة بحد. اللي حواليك مهما يعملوا أنا ماليش دعوة بيهم، لأني لست زي ما بقول نقيا في عيني، أنا مش شايف كل حاجة صح. عشان كده خلي بالك من الموضوع ده، إن ده يضايق ربنا جدا. زي ما قلت لك، لما بعمل القصة دي أنا باخد وظيفته، فربنا يزعل قوي.